الفتح الرباطي المغربي كيتعرض لمجزرة تحكيمية ضد الاتحاد العاصمة الجزائرية بطلها الحكم التونسي. باقي اليوم هذا كنتسائل كيفاش هذا الحكم رجع دوالي. هذا الماتش ديال الدور التمهيدي الثاني اللي كيأهل دور المجموعات، وهذا البيت مهم للفتح هو اللي كيأهلها لدور المجموعات. الماتش خرج ب0-0. غنمشيو للقطه ونشوفوا علاش ما حسمش البيت. صفر على ان الكره خرجت على الخط. كيف يعقل انك حكم دوالي ودير هذا الخطا الكبير؟ حتى الحكم المساعد ما قدرش يقول له شي حاجه، كان قريب من اللقطه. كما كتشوفوا واضحه اللقطه، ما تحتاج شي تدقيق. الفروق المغربيه مازال كيعانيو مع التحكيم ديال افريقيا. هاد افريقيا مازال ما بغاش تحرك. هاد الماتشات راهم ديال الحسم وكيأهلوا لدور المجموعات. واش بحال هاد الماتشات ما خاصهمش الفار؟ انا مازال حتى الان كنتسائل علاش الحكم المساعد ما دارش شي تدخل، مع العلم انه قدام اللقطه وفاص. اي واحد يعطينا الراي ديالو، شنو خاص بحال هاد الحكام؟